السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، تحياتي للجميع. وصفة اليوم راح تكون وصفة استثنائية كلش راقية طبعا، وسهلة وبسيطة، وموادها أكيد متوفرة عندكم. خلوني نبلش. راح نجيب بالبداية سبيناخ طبعا مغسول وكامل، راح نخليه بالخلاط ونخلطه لحد ما يصير عندي سائل. طبعا إذا تقدرون تستعملوا الهاند بلندر، أنا استعملت الهاند بلندر وهاي ست البيت، فأنتوا تقدرون تستعملوها بأي خلاط تفكر. راح نجيب طبعا كمية معقولة، فقط راح ناخذ من عندها المي مالتها. راح نخليها بكاسة، راح اخلي عليها بيضة واحدة، واخلي عليها ملعقة طعام من الملح. بعدها راح اخلي كوب مي، كاسة واحدة طبعا. راح اجيب الهاند بلندر واظل اخفق بيها لحد ما تصير عندي سائلة وتصير كلش ناعمة بهذا الشكل. تمام، صارت عندي تمام. راح نجيب 5 كاسات طحين ونضيف عليها ونبلش بالعجين مالتها. راح نعجنها بهذا الشكل. طبعا لا تضيفون عليها اي اضافات، بعد كاسة واحدة مي فقط. راح نعجنها كل زين لحد ما تصير عندي ناعمة. طبعا العجينة فشي خرافي، العجينة راح تصير مطعمة يعني كارثية. بعدها راح نسويها بهذا الشكل، اقطعها على 10 قطع. حجم القطعة تقريبا 120 130، ما عليكم بالحجم، انتوا قطعوها 10 قطع بهذا الشكل. بعدها راح نكورهن ونخليهن على صينية أو أي شيء عندكم. خلي شوية طحين ونرش عليها فوق من طحين، ونغطيها ببسطة قماش أو نايلون. خليها ترتاح لمدة ربع ساعة. بعد ما ارتاحت عندي ربع ساعة، راح أرجع أفتحها الفتحة الأولى مالتها. راح نجيب شوية طحين على مود يساعدنا بالفتح، خليها على الميز بهذا الشكل. نفتحها فتحة معقولة، طبعا لا تلحون عليها بالفتح كلش لأن بعد وراها فتحة ثانية. خليها بهذا الشكل، خليها على صفحة ونكمل كل الكمية نفس الشيء. بعدها راح اجيب زبدة. طبعا استعملوا الزبدة، لا تستعملون السمنة. السمنة راح تسوي العجينة ناشفة، الزبدة تبقى العجينة طرية. بهذا الشكل راح اخلي زبدة من فوق ومن تحت، ونفتحها شوية فتحة خفيفة. شوفوا كلش سهلة كلش بسيطة بهذا الشكل. راح اجيب الثانية ونخليها فوقها بهاي الطريقة. نخلي وحدة فوق الثانية، راح تصير عندي 10 طبقات، طبقة فوق طبقة، ونخلي عليها الزبدة أهم شي هذا الشكل لحد ما أخلص الكمية كليتها بهذا الشكل. بعد ما خلصنا الكمية كليتها، طبعا راح نطبقها بهذا الشكل. نجيب هذا الطرف على هذا الطرف، نخلي شوية زبدة طبعا. بعدها بهذا الشكل ونخليها بكيس نايلون ونخليها بالفريز، أو إذا عندكم مجمدة بعد أفضل. نخليها لمدة ربع ساعة. راح نحضر طبعا الحشوة. بالنسبة للحشوة يا أخوان، الحشوة اختيارية. أنا سويت حشوة السبانخ. جبت السبانخ، هاي كلكم تعرفوه، خليت شوية ملح شوية بصل. بعدها راح أخلي البهارات، خليت شوية سماك إضافية مع فلفل أسود مع بابريكا، أنتوا اللي تحبونه طبعا. صارت عندي جاهزة. هاي الحركة اختيارية طبعا. جبت فلفل خليته بالفرن، استوى عندي. راح أعوف على صفحة لحد ما يبرد. راح نجيب العجينة صارت عندي مرتاحة تمام. راح تحسوها جامدة تمام. بعدها راح نفتحها بالشوبك بهذا الشكل، نخليها على شكل مستطيل أو شكل مربع. راح نقطعها إلى 4 قطع. بعدها راح أجيب كل قطعة ونقطعها على 3 قطع بهذا الشكل طبعا، ونخليها على صينية. راح ارجعها على الفريز لمدة 5 دقائق. راح احضر هاي اللي قلت لكم عليها اختيارية طبعا. عندي هنا حبة البركة شوية حمصناها على النار. راح نجيب الفلفل، راح اجيب لبنة عرب. هاي اللبنة كلش راقية، خلي عليها شوية شبت ونخلي عليها حبة البركة. راح نخلطها. نجيب كيس الحلويات، راح نحشي الفلفل بهذا الشكل. طبعا هاي كلش راقية، تعتبر من انواع المقبلات. راح نحشيها بهذا الشكل. طبعا راح تنطينا طعم مختلف ويا السبانخ. راح اقطعها بهذا الشكل ونخليها بالطبق بهذا الشكل ونخليها على صفحة. راح نطلع هسه العجينة من الفريز. طبعا مثل ما قلت لكم تخلوها 10 دقائق 5 دقائق بالفريز حتى تجمد عندنا. راح نفتحها بهذا الشكل، كلش سهلة وكلش بسيطة. نفتحها بالشوك بهذا الشكل على شكل مستطيل. بعدها راح نجيب الحشوة قلت لكم اختيارية، ونخليها ونلفها بهذا الشكل ونخليها بالصينية. الفرن راح يكون عندي جاهز على درجة حرارة 200.
وهاي إعادة ثانية نفتحها بهذا الشكل، نخليها على الجهة الخشنة. بهالطريقة راح نفتحها ونلفها ونخليها بالصينية. راح نجيب صفار البيض راح ندهنها، اختيارية طبعا. صفار البيض ينطيها فقط لون. راح نشرحها شوية بالسكينة ينطينا شكل كلش حلو، ونخلي حبة البركة وعدلو قبل بالفرن. راح تاخذ من عندنا وقت تقريبا 20 دقيقة. صارت عندي جاهزة. شوفوا شلون مستوية. شوفوا التوريق مالتها، شوفوا التوريق مالتها شلون. شوفوها. من الأخير هسه خلينا نشوف الطعم مالتها. شوفوا شلون مقرمشة. هاي هيك تنكل قبل. بسم الله. هاي طبعا هاي فد شي. بسم الله. شي من الآخر. لا تنسون تجربوها لأن تفوتكم.